صباح الخير عليكم في حلقه جديده النهارده من شقاوة شطار. النهارده هنستمتع بيوم جميل جدا مع اصدقائنا اللي معانا النهارده ومع الفقرات كمان اللي هنشوفها في حلقتنا. هقول لكم في الاول الحلقه، في بدايه الحلقه جروبنا على الفيس جروب شقاوة شطار، تابعونا دايما عليه، تابعوا كمان حلقتنا بتكون بعد ساعتها معاكم. وتعالوا صباح الخير الاول لاصحابي اللي معايا. انا معايا نيره ومعايا كمان مين؟ حنين. صباح الخير، ازيك يا نيره؟ الحمد لله. ازيك يا حنين؟ الحمد لله. طيب احنا النهارده في حلقتنا من شقاوة شطار، ودايما بنحاول ان احنا نتكلم معاكم اكتر عن موضوعات مختلفه نستفيد منها اكتر. ويعني فكره ان احنا دايما نتكلم، وكمان عايزه اصحابنا اللي بيشوفونا يبعتوا لنا على الجروب بتاعنا فيسبوك ويطلبوا مننا المواضيع اللي يحبوا يتكلموا فيها، ويحاولوا كمان يقولوا لنا ارائهم في الموضوعات اللي بنتكلم فيها. النهارده بقى معايا كده نيره ومعايا اخبارهم ايه في تعاملاتهم مع اصدقائهم. اول حاجه يقولوا لي اكتر واحد فيكم مدرسه؟ عموما اكتر انت بتحبيها او اسراء. اشمعنى نفسك قوي؟ انا كنت كتير، هي كانت معايا، هي بقت صديقتي لغايه دلوقتي في سنه تانية. يعني حاجه يا انت ونيره. انا بتكلم في فكره ان احنا دايما بنختار اصدقاء بصفات، انا احس ان هم قريبين مننا، ان هم صفاتنا زي كده احنا بنحبهم، مش اختار اصدقائنا وكده وخلاص. يعني صديقتي جنبي كده قعدت جنبي فبقت بيت. يعني في مواصفات معينه بنختار بناء عليها اصدقاء. صح يا حنين؟ قولي لي انت اكتر واحده اختاري. كانت معايا من سنه اولى، ويعني كانت تبقى معايا في اصحاب من ساعتها. طيب فكرة ان انا بسالهم في البدايه عن اصحابهم وليه هم بيحبوا اصحابهم او ليه فكره ان احنا ناس حوالينا، ان احنا مع اخواتنا ومع اصحابنا بيبقى في تعاملات كتير في حياتنا، بيبقى في يومنا مره نزعل، مره نبقى مبسوطين، في حاجات بينا وبين بعض مشتركه، في حاجات بينا وبين بعض مش مشتركه. مفيش حد بيمشي على خط واحد في علاقته بالناس اللي حواليه. الناس اللي بيكون في حاجات واحداث كتير قوي. ازاي احنا نقدر نتعامل ونتآلف مع اصحابنا، ولو في مشاكل نحلها، ولو في اي حاجه مش لازم تبقى شكلك يعني مشتركه. يعني انا وانتي بنحب القرايه مع بعض، لما نعمل حاجه معينه مع بعض، في حاجات احنا مشتركه مع بعض، مشتركين فيها مع بعض. احنا الاثنين بنحب هاديين، احنا الاثنين رغاين، احنا الاثنين اشقياء، او احنا الاثنين مش اشقياء. فاهماني؟ بتبقى بعض. يعني انت اكيد صفاتك مش زي صفات حنين، كل واحد فيكم فيه صفه، اكيد بتتقابلوا مع بعض في صفه من الصفات انتوا بتحبوها مع بعض. ايوه، حنين هي طيبه وانا طيبه. انت مين قال ان انت طيبه؟ مين كده يا حنين؟ ان احنا ممكن نبقى طباعنا شبه بعض. اخترت صاحبتي عشان هي طيبه وانا كمان طيبه، فاحنا اتنين تالفنا مع بعض وبقينا طيبين. او هي شقيه جدا وبتعمل مقالب في اصحابها، وهي كمان شقيه وبتعمل مقالب، فاشتركوا مع بعض في المقالب، ودي طبعا حاجه مش احنا نعملها. فهي الفكره فكره احنا بنتكلم الصفه المشتركه. انت شايفه ان انت وهي طيبين، شايفه ايه بقى يا حنين؟ هوايه انا وهي بنحليه. انت وهي بالرسم ترسموا حلو بقى ولا لا؟ احنا بنرسم في البيت. في البيت. طيب ممكن نقعد احنا الاثنين نقعد نرسم لوحه واحده، صح؟ نعمل حاجه مع بعض. لما نلاقي حاجه مشتركه بيننا وبين بعض، بالذات في الهوايات، ممكن ننميها سوا، ننميها ان احنا نقعد مع بعض. لو بنحب القرايه نجيب كتب ونبدلها، او نقرا كتاب وصاحبتي تقول لي كل واحده استفادت بايه. احنا نبقى بيننا وبين بعض حاجات مشتركه، دي مهمه قوي. لازم نعرف مع بعض في شقاوة لعبه البازل. عندنا مهارات اكتر في التركيب، تقدر معانا اشكال كبيره، ونحاول ان احنا نفكر اكتر كل مدى. تعالوا نشوف مع بعض البازل يا نور. ده الشقه، نشيل ده كده، نبتدي منها من اول وجديد. ركزنا في شكل في الاول. يلا احنا كده زي ما احنا شايفين مع بعض، يمكن شكل بسيط وسهل، وفي حاجه تبقى اكبر، بتتكون حاجات اكبر من كده يا لؤي. عملتي ايه؟ بعمل كويس. لا، جربت تعمل حاجه تانية؟ انتوا عارفين كمان بيبقى في حاجات كده عربيات بقى نعملها ونركبها، حاجات متطوره اكتر برضو من فكره التركيز ان احنا نكون اشكال او نعمل حاجه. فكره لحد ذاتها مهمه جدا ان احنا دايما نحاول نعملها. زي ما احنا شفنا مع بعض، الموضوع ده بيخلينا لما نكبر اولا بيساعدنا على التركيز، ان احنا نفكر كويس، ان احنا يبقى نقوي ذاكرتنا، ان احنا نفتكر الشكل اللي احنا نعمله، او نحاول ان بقى نركب حاجات مع بعض كده. دي حاجات مهمه جدا وبتفيدنا في مستقبلنا كمان لما بنكبر. احنا خلصنا كده مع بعض البازل بتاعنا النهارده، وتعالوا دلوقتي نروح نكمل مع بعض ونشوف هنعمل ايه في شقاوة شطار. صباح الخير على كل اصحابنا، مولف جدا. كل ما كده ميعادنا في
ورشه شقاوة شطار، خليك معايا ونلعب شويه قبل الورشه. وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة القصة. الحدوتة اللي معايا اسمها سارة والعصفورة. احنا في حديقة الحيوانات انا ومجموعة من اصحابي. في كل فقرة من المعمل بنوريكم افكار جديدة بيعملوها اصحابنا. ايه الفكرة بتاعت البروجكت؟ قلت بسلاك وبوصله هنعمل ايه يا كاميليا؟ هنعمل بيتزا. احنا دلوقتي الفقرة من فقراتنا وهي فقرة اسمعونا. ده مش تظهير كويس عشان هم عايزين يركزوا. شوف مع بعض هنعمل ايه. 1 2 3. باي باي. وصلنا معاكم دلوقتي لمطبخنا النهارده في شقاوة شطار، ودايما بنعمل لكم في المطبخ اكلات جدا جدا. واهم حاجه واحنا ناكل اكلنا دايما ندور على الحاجات المفيده اللي فيها فيتامينز اللي بتقوي جسمنا وتخلينا ايه؟ كويس. قويه. برافو عليك. بالله يا حبيبه هنعمل مع بعض الاكل النهارده. وهنعمل حاجه بسيطه جدا، هي اهم يعني بتعتمد على الشكل بس في نفس الوقت برضو فيها فواكه مفيده. فيها فراوله صح؟ والفراوله طبعا جميله جدا وكلنا بنحبها. وهنعمل بيها شكل ايه؟ ده شكل ايه ده يا بلال؟ عارفين انت ده شكل السمكه. بصوا ازاي دي راس السمكه اهي، دي عينيها، وده القرب بتاع السمكه، ودي ده الديل، ودي العين بتبقى في الجنب. هنعملها بتوست، وكمان هنستعمل الفراوله وهنستعمل الشوكليت عشان نحط العين بتاعتها. تيجوا نشوف هتتعمل ازاي. يلاقيكم. طيب هنجيب التوست الاول ونحاول نقطع الجناب بتاعته علشان نعمل الزعانف، ونقطع اللي ورا ده عشان نعمل ديل السمكه. وهنقطع الفراوله زي شايفين كده عشان نعمل بيه راس، وجزء من النص عشان نعمل بيه قشر السمكه كده. اوكي تعالوا زي ما احنا شايفين مع بعض ده شكل السمكة الجميلة. سهل جدا ان احنا نعملها. عملنا الراس بتاعتها بالفراولة، وحطينا الشوكليت العينين يا بلال، وعملنا القش بتاع السمكة من الفراولة، وحطينا التوست بقى الجوانب علشان ناكلها. وطبعا وناكل ممكن الشوكليت، وممكن بقى نعمل ديكوريشن اكتر من كده. جميل قوي دايما نعمل اشكال مختلفة للاكل بتاعنا علشان يشجعنا اكتر على الاكل. ممكن بقى نحط مع الفراولة حاجة تانية مثلا، ايه رأيك؟ موزة. برافو عليك، ده تبقى طعمها جميل قوي يا بلال. ممكن ايه كمان؟ مانجا. انت بتحبي المانجا؟ جميلة برضو تبقى حلوة قوي. وممكن كمان برتقال. ممكن نحط حواليها هنا فواكه مختلفة، نحط الفواكه بقى اللي احنا بنحبها. التفاح. والتفاح، نقطع تفاح مثلا ونحطه حواليها. كل الفواكه دي فيها فيتامينز مفيدة جدا لجسمنا صح؟ بتقوينا. ولازم دايما نتعود ان احنا ناكل كل الفواكه وما نقولش على حاجه لا. الفواكه والخضار، كل الخيار والطماطم والفراوله بقى والموز وكل الحاجات الحلوه دي لازم دايما نتعود ان احنا ناكلها وما نقولش على حاجه لا انا ما بحبهاش. هي قولوا لي بتحبوا ايه تاني في الاكل؟ تعالى قول لي يا بلال، تحب تاكل ايه؟ تحب تفطر ايه الصبح؟ ملوخية. تفطر الصبح رز وملوخيه ولا ده الظهر؟ ها؟ ده الظهر مش كده؟ ونفطر الصبح ايه يا حبيبي؟ تفطري ايه؟ بيض. البيض جميل قوي مفيد. انت عارفه ان فيه كالسيوم عشان يقوي العظم بتاعنا واسناننا. تشربوا اللبن ولا لا؟ وانت يا حبيبي؟ بشرب البليلة واللبن. تشربي بليله ولبن؟ الله.
دي كلها كل الاكل والحاجات الجميله دي، واللبن مهم جدا جدا مفيده لينا. نفطر بيه الصبح الفطار بتاعنا ونشرب اللبن، ناكل البيض وناكل الجبنه وناكل كل الاكل المفيد، وناكل كمان فواكه. كل الحاجات دي هتفيد جسمنا. ودايما في شقاوة شطار بنأكد عليكم ان الاكل الصحي المفيد ده حاجه مهمه جدا جدا لينا. دلوقتي احنا خلصنا مطبخنا وعملنا الشكل بتاعنا النهارده، وتعالوا دلوقتي نروح نكمل حلقتنا. يلا بينا. معاكم النهارده في حلقتنا من شقاوة شطار، وكنا بنتكلم مع بعض في بدايه الحلقه عن اصدقائنا وعن اخواتنا وعن فكره ان احنا يبقى في حاجات مشتركه بينا. فكره بقى تانية ان احنا في حاجات ممكن نختلف فيها، في حاجات ممكن تبقى مش مشتركه بينا وبين بعض. هي بتحب حاجه انا بحب حاجه عكسها، ده مش يخلينا ان احنا نزعل من بعض. احكوا لي بقى انتوا بينكم وبين اصحابكم او اخواتكم، مش لازم اصحابكم بس، ايه الحاجه اللي انتوا بتحسوا ان انتوا مش مشتركين فيها وممكن تزعلوا من بعض منها؟ يعني انت مثلا ايه اكتر حاجه بتزعلك من صاحبتك؟ ايه اكتر حاجه ممكن تكون فيها عيوب مثلا انت مش بتحبيها؟ ايوه، ان ممكن هي تعمل مقلب فيا، يعني انا ما بحبش دي حاجه انت مش بتحبيها تعمل مقلب فيك. وانت حنين برضه لما تعمل مقلب فيا بزعل منها. برضو بتعمل مقلب فيكي نفس صاحبتك؟ طب ايه كمان مثلا ممكن تكون مثلا فيها اي عيب في شخصيتها نفسها او في تعاملاتها معايا، او في حاجه بتاثر فيها شويه في التعاملات؟ انتوا شايفين في حاجه من دي في صحابكم او في اخواتكم؟ طب بالنسبه لاخواتكم تعاملاتكم معاهم بقى ايه اخبارهم؟ انت عندك اخوات؟ عندي. إيه، اكبر منك ولا اصغر منك؟ لا، اكبر مني. هي بتتعاملي معاها ولا معاه؟ ولد ولا بنت؟ هما ولد وبنت. ولد وبنت. ايه بقى مين اكتر اقرب ليكي صديق اكتر؟ الاثنين ولا واحد؟ الاثنين. الاثنين قريبين منك؟ وايه اكتر حاجه بينكم وبين بعض بتحبوا تعملوها سوا ومشتركه بينكم؟ ممكن مثلا نرسم كلنا مع بعض. وانتي حنين عندك اخوات؟ مصطفى. بس. هو مصطفى اكبر ولا اصغر؟ لا، اصغر في سنه اولى. اصحاب ولا لا؟ اصحاب. ولا بتتخانقوا؟ شكلكم كده بتتخانقوا يا حنين. خانقوا؟ خانقوش، برافو عليك. طيب عايزه اعرف منكم كمان، لما بتيجوا تختلفوا او تتخانقوا مع صحابكم بتعملوا ايه بقى عشان تتصالحوا؟ بتقعدوا مع بعض تتكلموا ولا بتقعدوا زعلانين من بعض كتير؟ لا، انا بقعد اتكلم مع صاحبتي مثلا، بقول لها انت عملتي كده ليه، يعني نعاتب بعض صح؟ بس احنا ما بنزعلش من بعض كتير. ممكن مثلا يوم بعد كده تاني يوم نيجي نتصالح مع بعض على طول. وانتي حنين؟ انا لما بزعل من حد في نفس اليوم يعني بروح اصالحه، يعني لو انا اللي كنت غلطانه. ولو هو اللي غلطان؟ لا، لو هو الغلطان بقول له يعني هو يعتذر. بتتكلموا مع بعض وتتناقشوا وتوصلوا في النهايه مين غلطان والموقف ده فيه ايه، علشان زي ما اتفقنا مع بعض ان احنا حياتنا زي ما بيبقى فيها حاجات مشتركه وزي ما اصحابنا بيبقى فيه حاجات بينا وبين بعض مشتركه، ساعات بيحصل دروبات ومشاكل ونزعل من بعض شويه ويبقى في حاجات مش مشتركه بينا وبين بعض شويه. فاحنا لازم دايما نحاول ان احنا نتعايش ونتعامل مع المواقف دي، ونعرف كويس قوي ما نخسرش اصحابنا عشان في حاجه مش مشتركه بينا وبين بعض. لا، نحاول ان احنا دايما يعني نتعامل بشكل جميل ونحاول ان احنا نحل مشاكلنا معاهم. احنا كده خلصنا معاكم حلقتنا النهارده من شقاوة شطار، وانا كنت مبسوطه جدا اني معاكم، كمان كنت مبسوطه بنيره وبحنين، واقول لكم في اخر الحلقه باي باي. كل اللي بيشوفونا من اصحابنا تابعونا دايما في شقاوة شطار، يا رب تكونوا اتبسطتوا معانا النهارده. اقول لكم باي باي. الو. انت يا بنت يا سالي؟ بسمت بنتك. انت مين ياض؟ انا معجب. انت بتعاكسني بجد والنبي. يا بنت عاكس مين؟ انت اخرك لو
في ارقام بتعكسك وارقام منها. مع خدمة ترو كولر هتعرف اصحاب كل الارقام في مصر او بره مصر. اتصل من اي محمول على 1461 او ابعت الرقم في رسالة على 9407 وفي ثواني هيكون عندك اسم صاحب الرقم. اتصل من اي محمول على 1461 او ابعت الرقم في رسالة على 9407 وفي ثواني هيكون عندك اسم صاحب الرقم.